تحت مشينا للبرنوسي والو ليسونس ما كاينش. سيناريو حتى العدو لم يتمناه. مملكة عاش العياشي تعيش حاليا في العصر البخاري. الرجوع للفحم والحطب ولا هو الحقيقة المرة اللي تفاجئوا بها المغاربة في الأيام القليلة اللي فاتت. كي بانت أزمة الطاقة في المغرب راهي تزيد تتعقد أكثر. هاد الشي جاء بعد تقارير كشفت باللي إمدادات الغاز اللي جاية من إسبانيا نقصت وتقطعت حتى لمدة 4 أيام، وهذا اللي خلى الرباط ترجع تعتمد من جديد على محطات الفحم باش تغطي جزء كبير من احتياجاتها للكهرباء. وهذا كامل يبين بوضوح باللي منظومة الطاقة في المغرب هشة وماهيش مستقرة. انت كتشوف انا دابا جاي من الحيش معاه ليسونس ما كاينش، اللي شدوز عندنا شي تبغي دير ليسونس تيقول لك راه ما عندناش. ما فهمتش واش ما عندهمش ولا هما ما بغاوش يعطيوه لينا، تيتسناو هذيك الزياده يزيدوها في الكونتور ولا ما نعرف شنو هذاك الشيء باش يزيدوا على عباد الله. واخويا اش نقول لك، الله يدير شي تاويل لهاد البلاد. والمشكله الاكبر ماشي الازمه في حد ذاتها، اي دوله تقدر تمر بازمه، بصح الغلطه هي ما كانش خطه بي وحتى سي بسبب النظام المغربي الذي عبث بشعبه في هذه الفتره. الدبلوماسيه المغربيه كانت تمشي بمنطق نقطعوا مع هذا ونتفاهموا مع هذا ونغامروا شويه، بصح الحسابات كلها كارثيه. يعني داروا حسابهم كيما واحد قال لك ان شاء الله ما تصرح حتى حاجه، وصرات كلش. المغرب حاليا ما كنتش نتوقع نشوفهم في العصر البخاري. المساله ديال التكرير ولا ديال مجموعه ديال الاستثمارات، انا ما كرهتش لو كان المغرب فيه في 2021 6 ديال المصفات ديال البترول تي خدامين، واحد 4 ديال لا خليني نكمل خليني نكمل نتكلم على التكرير ديال البترول. يكون واحد مجموعه ديال المصفات تيشتغلوا، يكون واحد الاستثمار، واحد 5 المرات ديال الاستثمارات، واحد 20 مليار ديال الدولار ديال الاستثمار في الشبكه الكهربائيه. يكون واحد ماشي غير النادور ويست ماد اللي يكون فيها الغاز الطبيعي المسال، يكون في نادور ويست ماد، في المحمديه، في الجرف، يكون واحد 3 ولا 4 ديال المداخل ديال الغاز الطبيعي المسال. ولكن هذا الشيء نظريا